ياخد سجن مؤبد في قضيه مخدرات. بيوصل له طبعا المعلومه ان انا خدت سجن مؤبد، فعارف بقى انت هو كان قاعد اصلا بيعمل كل الكلام ده وعليه سنه ونص هيقضيهم في السجن. لك سنه ونص كان فاهم؟ قضاهم وخلص. فبعد كده ياخد له مؤبد 25 سنه. العمليه وسعت خلاص. فخلاص وسع بقى، ده ايه، ضربها صارمه، خلاص بقى مش فارقه معاه. فاللي كان بقى بيعمل النشاط الاجرامي من خلف الستار متخفي عن رجال المباحث والسرقات بالاكراه متخفي، نزل بقى ايه الملعب بنفسه. نزل بنفسه على الشاطئ بتاع بلطيم، في عشش كده اللي هي بتبقى في الصيف كده الناس بتأجرها والكلام ده كله. نزل يفرض اتاوة على اصحاب مين العشش دي، انت عليك كذا، انت عليك كذا، انت عليك كذا، اتاوة كده كارتة يلم منهم ايه الفلوس. جه واحد من الناس دي رفض، فقال لك ايه اما اذبح بقى ايه، ده اول واحد كارت ارهاب للباقيين. كارت ارهاب للباقيين. خدوه ربطوه في الوكر اللي هو كان عامله، كان عامل وكر كده هو على الطريق السياحي كام عشه كده اللي هم بيبيع فيهم مخدرات وبتاع. خدوا ربط الراجل ده وتعذيب فيه وتقطيع فيه ويضربوا فيه ويعوروا فيه بالسلاح الابيض عشان يبقى عبره لمين، لاي حد هيرفض. خد له يومين خاطف الراجل ده ومحتجزه، بهدل الراجل خالص. المهم سابه عشان بقيه الناس تدفع، وبقيه الناس طبعا من الرعب بقى يروح يحكي له بالظبط من الرعب بقى ويدفعوا والكلام ده كله. الراجل ده راح عمل محضر، خد 5 سنين غيابي استعمال قسوه. خد بقى عندك بقى بتعد اهو مؤبد ومع 5 سنين وشغال بقى وعنده السنه ونص دول الاولانيين دول. يكمل بقى في القصه دي، يشتغل في ايه الاراضي الزراعيه. ما كفوش المخدرات. خد بالك بقى هو ايه، انت اعتبره ده رئيس مجلس اداره شركه تشكيل. اجراميه. ما هو جيش الشتا ده شغال فين؟ الجيش ده اللي هو معاه الجيش الجرار ده تخصصات. بتتكلم انت مثلا في 50 60 واحد شغالين في المخدرات، شويه شغالين على الاتاوات، شويه قطاع طرق وسطو مسلح على العربيات، كوكتيل. بعد كده يروح على ايه، على الاراضي الزراعيه. الاراضي الزراعيه بقى دي ارتكب فيها شويه بقى من الاجرام بقى بتاعه. يروح على الاراضي الزراعيه ويرفض اتاوه على المزارعين. كل واحد عنده فدان 2 بتاع، بعت بكام، سويت ايه، عربيه داخله عربيه خارجه. انت فاهم بقى الاراضي الزراعيه مشكلتها طبعا ايه، انت داخل لك محصول يوقفوا لك، خارج محصول يوقف لك، الرجاله تقطع الطريق بالبنادق الآلي. الاهالي يعني مش عارفين يعملوا معاهم ايه، عدد كبير وبينزلوا ايه. شفت عتريس في الدهشنا كده، عزيز شتا في كفر الشيخ، ده بالرجاله والساط والبنادق، وده نفس القصه بالظبط. عزيز شتا ينزل الارض معاه 20 30 واحد مسلحين، هتعمل ايه؟ ما يعني حتى اقصى واحد هيعمل ايه؟ لو واحد حتى مسلح في ارضه هيدافع عن ارضه ازاي قدام جيش. العدد ده؟ بيرتكب واقعة مؤسفة في ارض زراعية. راح بنت عندها 18 سنة، راح شغالة في الارض من العاملات اللي هم اللي بيجنوا الثمار، شغالة في الارض، راح خاطفها وللاسف الشديد هتك عرضها. يمكن دي اول واقعة تخلي الاهالي بقى وائل، يعني لازم يكون في حد على القصه دي. فراحت الاهالي جمعوا كلهم وقطعوا الطريق السياحي انقذونا من عصابه عزيز شتا في كفر الشيخ. القضيه دي اتحكم عليه فيها 15 سنه سجن بتاعت هتك العرض دي. طبعا تحريات المباحث صحه واقعه والشهود والكلام ده كله. بقول لك الاهالي قطعوا الطريق، لازم تشوفوا لنا حل. الداخليه نزلت بداوا يقصقصوا في رجالته، قفلوا له الدواليب اللي هي كانت بتشتغل الفتره اللي هي بتاعت 2014 دي اوائل و15، كانت بدايه الحرب على الدواليب المخدرات. يمكن احنا الجعافره وكوم السمن والمربع والمثلث الذهبي ده اتقفل 2016. الفتره دي بقى كانت البدايه حتى في المحافظات اللي هي ايه، ضرب البؤر الاجراميه. مفيش حاجه بقى بعد 2016 يعني نخلص 2017 دي مفيش حاجه في مصر اسمها بؤره اجراميه. البلاغات بقى ابتدت، سرقات بالاكراه، قطع طريق، كل ده بيتجمع قدام الاجهزه الامنيه ومدير امن كفر الشيخ ان في عصابه اسمها عصابه شتا وبيطلق عليهم جيش شتا، هم اللي بيرتكبوا كل الجرائم ايه اللي حاصله دي. فضربوا كل النقط بتاعته، المساعدين بتوعه اللي موجودين في كل مكان زي ما قلنا، والتركيز معاه هو بقى دقيق جدا في الوقت ده، الوقت اللي الاهالي قطعت فيه الطريق وهتك العرض وخد الراجل خطفه وعذبه والمباحث بتدور عليه. يوم رايح يعمل ايه بقى، ينزل ارض زراعيه بتاعت واحد اسمه احمد برهان، راجل مزارع عنده حاجه و50 سنه 54 سنه. ينزل على الراجل ده يقول له ايه الاتاوه فين. يعني مفيش بعد كده بجاحه، وعايز يثبت للناس. خد بالك بقى الغرور دايما المجرمين دول اللي بيوقعهم في الاخر خالص، الغرور وان هو بيشوف نفسه بقى خلاص ايه، انا راجل يعني فوق اي حد، فوق الدوله، اللي هو من النهارده مفيش حكومه انا الحكومه فعلا. يعني هو خلاص بيبقى شيطانه صور له ان هو فوق اي حد، بيبقى مجرم بقى. وده اللي هنشوفه في الواقع. نزل الارض، راح لحاج احمد ده المزارع، قال له فين الاتاوه، ما دفعتوش ليه؟ تحس مشهد عتريس في فيلم شيء من الخوف، ما دفعتوش الاتاوه ليه؟ قال له احنا ارضنا وزرعنا. فمين اللي بيتكلم بقى هنا؟ محمود ابن الحاج احمد، شاب عنده 24 سنه، ولد
محترم جدا، مزارع بيساعد ابوه في الارض، فلاح مزارع راح بيرد مكان ابوه. طبعا هم شايفهم بيكلموا ابوه بطريقه مش حلوه، مهما كان بقى السلاح اللي قدامك ولا الكلام ده كله هتقف هتدافع عن ابوك. وقف يدافع عن ابوه، قاموا ضاربينه بالدبشك كده في دماغه، بظهر البندقيه في دماغه. الولد وقع في الارض. قال له بكره لو ما دفعتوش بكره، هاجي بكره اخر النهار مع غروب الشمس اخد ايه الاتاوه. وسابهم ومشي. يعمل ايه من جبروته عشان يهتهم بقى ويخوفهم بالبلدي كده، يهتهم يعمل لهم رهبه. يروح عزيز ده داخل البيت عند الحاج احمد ده المزارع، وعارف ان هو وابنه بره في الغيط، يروح ايه يخش البيت يقتحم البيت على مراته.